السلام عليكم يا بنات. النهارده هنعمل وصفه جديده. هنعمل المهلبيه بالموز، جميله جدا، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. وقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها. مش هوصيكم يا بنات بالاشتراك في القناه وباللايك، وتقولوا لي كومنت ايه رايكم فيها بعد ما تشوفوها وتعملوا زيها. دلوقتي انا جبت موزايه كبيره او موزتين، اهم حاجه يكونوا مستويين، يعني الجلده بتاعتهم من بره تكون اسودت قوي واستوى، عشان كل ما يكون مستوي كل ما احنا مش هنحط سكر كتير، مش هنحتاج سكر لان هو هيبقى مسكر. هنجيب الموزتين المتوسطين، 2 متوسطين او موزايه كبيره زي اللي كانت عندي كده، تمام. هننزلها في الخلاط وهنحط معاها في حدود كوبايه ونص لبن، يعني هعاير كوبايه من دي، كوبايه ونص لبن مع 3 معالق سكر، وهضربهم في الخلاط وهرجع لكم تاني عشان الخلاط بعيد عن هنا. كده يا بنات خلاص انا حطيت الكوبايه ونص لبن بالموزايه ب3 معالق سكر وضربتهم ونزلتهم كده في الحله. هزود عليهم كوبايه ونص تانيين، بعد كده هحط عليهم معلقتين نشا، كل ده على البارد. بعد ما احط معلقتين النشا هحط تركايه من عندي حلوه جميله، جربوها قوي. هحط معلقتين دقيق، هتخليه طعمه جميل جدا وهتخليه متماسك وحلو جدا، هيبقى طعمها روعه المهلبيه. وبعد كده حاجه برضو تانية انا بحطها دايما، اللي عايز يحطها موجوده عنده يحطها، مش موجوده خلاص يحط معلقتين كريم شانتيه. وهنقلب كل ده على البيت، هنفضل نقلب لغايه ما يبقى اللبن خالص ما فيهوش اي حاجه من الحاجات دي، عشان لما نحطه على النار يبدا يعمل على طول، يجمد ويمسك نفسه، تمسك المهلبيه نفسها اللي هي بالماء. هفضل اقلب عشان مش عايزه اطول عليكم في الفيديو، وهرجع لكم تاني اوريكم وهي على النار. حطيته على النار هفضل اقلب فيه بالمنظر دوت لغايه ما تبص تلاقيه مسك نفسه وجمد. على فكره طعمه جميل جدا. لسه في خطوه تانية بعد ما يجمد واصبه في الكاسات او في الاطباق اللي عندكم صبوا فيه، هرجع لكم على تركايه تانية هنعملها فيه. على فكره جميله جدا، لو حد جاي لكم ما بياخدش اي وقت في العمايل النهائيه، نص ساعه وبتكوني مخلصاه. حطي في الثلاجه يسقع، ممكن والله تتعمل في الشتاء عادي، وكنت باكله دافي. والموز بيبقى متواجد على طول عندنا في الشتاء، للناس اللي ما بتحبش الموز او لاولادنا مثلا لما الموز بيستوي او بيسود تبقى من جوه جميله جدا، ويجي يقول لك لا مش عايزين ناكل الموز خلاص الموزه اسودت، ممكن تقدري تدخليها في حاجه زي كده وتعملها لها. وهرجع لكم تاني لما يمسك نفسه. بصوا يا بنات دلوقتي احنا حطينا نص كوبايه سكر، حطيناها على النار عشان نكرملها، ولما تبدا تتكرمل واللون بتاعها يبقى لونه كده ذهبي هرجع لكم تاني عشان اوريكم حصل فيها. بصوا يا بنات هو دلوقتي بدا يخش في موضوع في مرحله الكرمله، هنفضل برده كده ايدينا فيه وهرجع لكم مره تانية. بصوا يا بنات هو دلوقتي كده خلاص دخل في مرحله الكرمله بتاعته، احنا مش عايزينه يتحرق. هنيجي بعد كده هنحط كويس بالراحه جدا، هيحصل فورات بالراحه خالص. هننزل باللبن يكون دافي، هتبص تلاقيه ان هو اتجمد كده، سيبوه ما تقلقوش. بس اهم حاجه وانتوا بتحطوا خلي بالكم من وشكم، علشان مشكله كبيره لا قدر الله. هتسيبيه هنقلبه بالراحه، هتبص تلاقيه مفيش 5 دقايق وهتلاقيه فك تاني. هرجع لكم واوريكم ازاي يفك لوحده. الموز فيه خلاص وهو كده خلاص يتكرمل. حطيت له معلقه نشا بسيطه، بس معلقه واحده صغيره على حبه ميه علشان يمسك نفسه ويجمد كده، وحطيت فيه الموز وهرجع لكم تاني.